والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم رورو بطة. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. اتمنى تكونوا بخير وفي احسن حال. طبعا انا بقالي كتير منقطعة جدا عن القناة، ممكن تقولوا شهر ما بصورش، بس والله الظروف. طبعا فاتتني حاجات كتير زي الزلازل وماتشات. بصوا تيشيرت مصر بقى وحلاوة وشياكة. بس طبعا ايه، انا يعني كنت عايزة البس الطرحة السوداء بس ما لقيتهاش، فقلت طبعا لا، لازم اخد الشغف ومفيش حاجه هتوقفني عن متابعيني والجيش قال لك اتصرف. فلبست الطرحه دي. ايه رايكم؟ قولي لي ايه رايكم. آم، طبعا انتوا عارفين ان انا اخويا ثانويه عامه، فهديكوا بقى ايه الحاجه اللي تثبت لكم ان انا انقطعت ليه. لان اخويا كان محتاج تليفونات البيت كلها، وكان محتاج النت، وكان في فتره امتحانات، حاجات كتير بقى. وثانيا مامتي بعدها بفتره قليله جدا من امتحانات اخويا لما خلصت اتجبست، فمحتاجيني في البيت وحوارات بقى، فالظروف هي اللي سمحت. كنت اقدر اصور حاجات كتير وافكار كتير جت في دماغي ومع قرايبي وناس كتير، بس الظروف بقى. المهم، خلينا نتكلم في المهم. النهارده عايزاكم تقعدوا معايا دقيقتين نفكر في حاجة بنعملها كل يوم من يوم ما اتولدنا. حاجة عادية جدا واحنا بنعتبرها تحصيل حاصل. نعمة اننا نصحى من النوم. عمركم فكرتم يعني ايه نوم؟ يعني ايه جسمك يبقى يسلم تماما؟ يعني روحك تروح لبريئها لساعات وبعدين ترجع لك تاني. القرآن الكريم سمى النومة دي الموتة الصغرى. والنهاردة أنا جاية أتكلم معاكم عن السر الرهيب ده اللي ورا النعمة دي، وإزاي ممكن يغير نظريتك لحياتك كليا. جاهزين معايا؟ أيوة طبعا، يلا بينا. أنا عارفة إن جيشي متحمسين دايما. بحبكم جدا، وأتمنى تنبسطوا يعني وما تزعلوش من الفيديو، لأن أنا بقالي كتير ما بصورش. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الزمر: بسم الله الرحمن الرحيم: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. صدق الله العظيم. يعني إيه؟ يعني كل ليلة لما بتحط راسك على المخدة روحك بتبقى بين ايدين ربنا. لو كتب عليك النهاية خلاص مش هتقوم، ولو كتب لك عمر جديد روحك بترجع لجسمك تاني وبتفتح عينك الصبح. تخيلوا الحجم ده من العظمة. كل يوم بتفتح فيها عينك ده بتبقى فرصة جديدة ليك، ما بتبقاش يوم جديد في التقويم. لا لا لا، دي بتبقى فرصة تانية ليك من ربنا عشان تعمل الصح. وعشان نفهم قيمة الأيام والصلوات والفرص اللي ربنا بيديها لنا، تعالوا نحكي قصة عظيمة جدا حصلت أيام النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه رأى رؤيا عجيبة في المنام. رأى 3 من الصحابة، 2 منهم كانوا مجتهدين جدا واستشهدوا في غزو، والتالت مات عادي يعني بعدهم بسنة على سريره. فالعجيب والغريب ان سيدنا طلحة شاف في المنام ان التالت اللي مات بعدهم بسنة على سريره ده دخل الجنة قبل الاتنين اللي استشهدوا. طبعا سيدنا طلحة استغرب جدا، ولما الصحابة عرفوا القصة استغربوا اكتر، فراحوا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سألوه قال لهم إجابة وجملة تقشعر لها الأبدان. قال لهم عليه الصلاة والسلام: أليس قد مكث بعده بسنة وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا سجدة في السنة؟ ثم قال: فما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. يعني هو قعد سنة وصام رمضان وصلى صلوات وحاجات كتير، فالفرق بينهم بين السماء والأرض. القصة دي بتعلمنا حاجة واحدة، ان ال24 ساعة الزيادة اللي ربنا اداها لك النهاردة في يومك دي مش مجرد وقت بيعدي، دي صلوات زيادة، سجدات زيادة، وأذكار وكلمة طيبة وجبر خاطر واستغفار يمسح ذنوب سنة كاملة بحالها. تعالى اقول لك الحاجات اللي تعملها في يومك. ابدأ يومك بالشكر. اول ما تصحى من النوم وتفتح عينك حاجة كلنا حافظينها، قول: الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. حس بالكلمة، انت فعلا رجعت للحياة. تاني حاجة، حط نية لكل عمل، شغل في بيت، مذاكرة، شغل في مكتب، كل ده بنية الشكر لله وده بيتحول لعبادة. اكبر خاطر حد، خلي فرصة النهار سبب ابتسامة حد ليك.
في النهاية الحياة مش بالكتر ولا بالمشي ولا الركض ولا الدنيا. الحياة الحقيقية هي اننا نعرف قيمة كل لحظة ربنا بينعم علينا بيها. يا رب يبارك لنا في أيامنا وأعمارنا ويرزقنا شكر نعمه وحسن عبادته، ويجعل كل يوم بنصحى فيه بداية لخير جديد ونور في طريقنا. سؤال حابة أسأله لكم لكل واحد بيشوفني النهاردة، لو دي الفرصة الجديدة اللي ربنا اداها لك النهاردة، ايه أول حاجة طيبة هتعملها عشان تشكر ربنا عليها؟ اكتبولي في التعليقات وقولولي، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتبعتوا الفيديو ده لحد بتحبوه عشان تشوفوا النعم دي، وعلمنا الدلع على خير كفاعله. ولو عايزيني اعمل لكم فيديو فيه اعرفكم فيه عن نفسي، طبعا انا مش يوتيوبر دين بس، انا كمان بدي معلومات عامة، يعني انا دين ومعلومات عامة بساعد فيها الناس مثلا عن الصحابة وكده، حوارات يعني، انا مش دين بس، مش حاجة مخصصة واحدة يعني. واشوفكم الفيديو الجاي. اللهم استعملنا واستبدلنا، ما نسيتهاش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.